عايزاه يغير عليكي من غير ما تنطقي بأي كلمة؟ ركزي معايا جدا. رقم واحد، مهم جدا انك تهتم بنفسك غير العادة. يعني لبسك كويس وابتسامتك الحلوة، علشان لما يشوفك مهتمية بنفسك زيادة هيسأل نفسه سؤال: هي ليه اهتمت بنفسها فجأة؟ رقم اتنين، خليك اجتماعية بس بعقل. يعني قرايبك اللي في العيلة طريقتك في الكلام معاهم تكون مهذبة ولطيفة، طبعا تحديدا لما يكون موجود، بس بدون مبالغة، عشان يحس انك مرغوبة من كل الناس اللي حواليك وبتحب انها تتكلم معاك. رقم ثلاثة، خليكي مشغولة حبتين. يعني مش لازم ترد على تليفونه بسرعة كل مرة، وتكوني متاحة زي ما بيقولوا 24 ساعة. وأوقات كتير بيكون ليكي حاجاتك الخاصة، ومن اللحظة دي الراجل هيبتدي يشغل عقله ويفكر ويقعد يخمن مع نفسه: يا ترى هي اتغيرت ليه؟ رقم أربعة، ممكن تحكي عن شخصية مهمة أو مشهورة. يعني ممكن تقولي: فلان ده طريقة شغله كويسة جدا، أو عاجبني طريقة تخطيطه في شغله. كده هتوصلي له رسالة غير مباشرة إن في صفات ناقصة عنده، وإنك واخدة بالك من النقطة دي، فيبتدي يتشجع ويغير ويكون أفضل. رقم خمسة، امدحي نفسك قدامه. يعني ممكن تقولي له: أنا بحس كل يوم أو بشوف نفسي مختلفة عن امبارح، ومن غير ما تستني اي ردود منه. النقطة دي هتخليه يفكر فيكي اكتر ويشوفك بعيون تانية. فاكيد اي واحدة عايزة الراجل اللي معاها يغير عليها بشكل ايجابي، غيرة ايجابية يعني كويسة، مش سلبية او مضرة، لانها بتحس وقتها انها غالية عند الراجل ده وانه مهتم بيها. بس في بعض الرجالة ما بيعرفوش من الاساس انهم يعبروا عن مشاعرهم كويس، او بيتحفظوا في النقطة دي. يبقى عرفتي ان الغيرة الحلوة مطلوبة في العلاقة، لكن خدي بالك لو زادت بتقلب لشك. يبقى خدي الموضوع كده بعقل وبحكمة، بلطف وذكاء، وهتلاقي حبه ليكي هيكبر وهيخاف يخسرك.